السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العاصفة الرملية ظاهرة جوية بتحصل أكتر في المناطق الصحراوية، والسبب في كده بيرجع إن في كتلة هوائية باردة بتبقى جاية من الشمال، وبتكون كثافتها أكتر من كثافة الكتلة الهوائية الحارة الموجودة في البلاد، وده اللي بدوره بيخلي الهواء البارد بيتحرك بسرعة كبيرة أسفل الهواء الساخن، واللي بيتسبب في تنشيط حركة الرياح وبالتالي حدوث العاصفة. أهلا بيكم، أنا أحمد اليسري من قناة أهي سهلة أهي، والنهاردة هنتكلم عن إزاي أحمي نفسي من العاصفة الرملية. بس قبل ما نبدأ تعال ناخد شوية حسنات بإن إحنا نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. صليتوا على سيدنا رسول الله؟ يلا بينا. لو دورت في شبكات الانترنت او على مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي مئات النصائح عن المفروض تعملها عشان تحمي نفسك من العواصف الرمليه او الترابيه، سواء من ناس مختصين او من مجرد ناس عاشوا التجربه دي قبل كده. لكن في تقرير اعلنته منظمه اليونسكو وضحت فيه ازاي تحمي نفسك من العاصفه الترابيه، وابرز الخطوات اللي المفروض نتبعها عشان نحمي نفسنا من العاصفه الترابيه هي احكام اغلاق الابواب والنوافذ لمنع دخول الغبار الى المباني، تجنب الخروج من المنازل الا في حالات القصوى. لو اضطريت انك تخرج من المنزل فحاول تلبس كمامة طبية او تحط منديل مبلل بالماء على انفك. حاول كمان تلبس نظارة عشان تحمي عينيك من الغبار. ولو هتسوق عربية فحاول تسوق بسرعة منخفضة وافتح نور العربية. غير ملابسك كلها لما ترجع البيت وخد شاور واغسل شعرك كويس. احرص على الغرغرة والاستنشاق بالماء والملح لتطهير الحلق والانف. اما الاجراءات اللي المفروض تعملها بعد العاصفة هو انك تنظف المنزل كويس والمناطق المحيطة بيه من الغبار والرملة الموجودة، ونظف كمان المزروعات من الرمال عشان تتجنب تلفها التدريجي. وبيوصي الخبراء لالتزام قدر الإمكان بتعليمات السلامة العامة وعدم الاستهانة بمثل هذه العواصف الرملية لأنها بتسبب مشاكل كبيرة، وده علشان بتحتوي على الملوثات والبكتيريا اللي ممكن تسبب الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي. بس كده، أهي سهلة أهي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة استفدتوا بيها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكل الناس، واللي لسه ما اشتركش في القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم.